ماذا يحدث للدرهم المغربي إذا قررت دول البريكس التخلي عن الدولار؟ حذر روبرت كيوساكي، مؤلف كتاب ريتش داد بور داد، من أن الدولار سيموت بينما تتطلع دول البريكس إلى البديل المدعوم بالذهب. قال روبرت كيوساكي إن الدولار سينتهي مع تكثيف جهود إزالة الدولار بين دول البريكس. في الآونة الأخيرة، قالت مجموعة دول البريكس إنها تعمل على تداول عملة مدعومة بالذهب. يأتي ذلك في الوقت الذي تكثف فيه العديد من الدول جهودها للتخلص من الدولار كعملة احتياطية في العالم. أصدر مؤلف كتاب ريتش داد بور داد روبرت كيوساكي تحذيراً شديد اللهجة للدولار الأمريكي في الوقت الذي تسعى فيه دول البريكس إلى إيجاد بديل للعملة الأمريكية في التجارة والاستثمار. تأتي تعليقات كيوساكي في أعقاب إعلان صدر مؤخراً عن السفارة الروسية في كينيا أن مجموعة دول البريكس التي تشمل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا تخطط لإدخال عملة تجارية مشتركة مدعومة بالذهب. تسلط الخطة الضوء على دفعة من أجل إزالة الدولار بين العديد من الدول العالمية وسط مخاوف متزايدة بشأن قدرة واشنطن على تسليح العملة الأمريكية من خلال العقوبات الاقتصادية. كانت الصين تقود الحملة المناهضة للدولار من خلال الترويج لاستخدام عملتها الخاصة في التجارة، وتستخدم البنوك المركزية العالمية الآن مبلغاً قياسياً من اليوان عبر مقايضات العملات. في وقت سابق من هذا العام، كشفت روسيا وإيران أنهما تعملان على عملة مشفرة مدعومة بالذهب للاستحواذ على الدولار، لكنهما قالتا إن الخطط لا يمكن أن تتقدم إلا بمجرد أن تنظم موسكو استخدام الأصول الرقمية. في الآونة الأخيرة، روجت الهند لاستخدام الروبية في التجارة. ولكن حتى في الوقت الذي تكتسب فيه هذه الجهود زخماً، تظل العملة الأمريكية العملة الاحتياطية الرائدة في العالم، حيث تمثل ما يقرب من 60% من مخزونات العملات العالمية اعتباراً من نهاية عام 2022. الدرهم المغربي هو العملة الرسمية في المغرب، ويتم تحكم قيمته بنظام تحويل الصرف المرن، حيث يحدد العرض والطلب في السوق العالمية قيمته. إذا قررت دول البريكس التخلي عن استخدام الدولار الأمريكي في تعاملاتها التجارية والمالية، فلن يكون لذلك تأثير مباشر على قيمة الدرهم المغربي. ومع ذلك، قد يكون لهذا القرار تأثير غير مباشر على العلاقات المالية والتجارية بين المغرب وتلك الدول. تتأثر قيمة العملات بواسطة عوامل متعددة، بما في ذلك العرض والطلب على العملة والأوضاع الاقتصادية والسياسية والتطورات العالمية. قرار دول البريكس التخلي عن الدولار الأمريكي قد يؤدي إلى تغيرات في العلاقات التجارية والمالية بين الدول، وهذا قد يؤثر على قيمة العملات المشاركة في تلك العلاقات بما في ذلك الدرهم المغربي. مع ذلك، يجب أن نلاحظ أن التوقع بدقة تأثير مثل هذه التغيرات على قيمة الدرهم المغربي يعتمد على عدة عوامل معقدة وغير متوقعة. لذلك، يفضل الاستناد إلى تحليلات اقتصادية ومراقبة الأحداث العالمية لفهم تأثيرات محتملة على قيمة الدرهم المغربي والعملات الأخرى.